البعد او الفجوه بين الاباء والابناء. واحنا قلنا كده ببساطه يعني انا عايزه اقول بس حاجه، ان احنا كلنا كنا ابناء في وقت من الاوقات، وابائنا كانوا ابناء في وقت من الاوقات، واكيد كلنا فاكرين ان احنا كان عندنا بعض التحفظات على اهالينا، فالمفروض ان احنا نستوعب برضو ده مع اولادنا. واكيد هما من الجهتين، يعني الاولاد عليهم دور والاباء والامهات عليهم دور. هنشوف النهارده ازاي نقدر ان احنا نقرب بيننا، وعشان نعيش طبعا اكيد حياه سعيده، وعشان تمر الفترات كلها بتاعه نمو اولادنا على خير. ده موضوعنا النهارده. خلوني اصبح على بسمه. صباح الفل. صباح الخير يا منال، وصباح الخير على كل المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكون كل ايامنا ان شاء الله اعياد. بصبح على دكتور محمد حسين، دكتوراه من جامعه لندن وخبير تنميه بشريه. منورنا يا دكتور. ربنا يخليك. اهلا بيك. على حضرتك وعلى بسمه وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. في الاول بسمه، انا مبسوطه قوي من الاكل النهارده اللي هي بتاع انا عايزه اقول بس للناس يعني بسمه تفاؤل النهارده، عامله لنا حاجات حلوه قوي. شكلك جعان. والله فطرانه بس اوكي. يلا يا بسمه. النهارده طبقين سهلين قوي وحلوين قوي، وكل الشباب بيميلوا دايما للحاجات الجديده، وخصوصا كمان المطبخ الصيني. فعشان كده جايبه لكم النهارده طبق من المطبخ الصيني، هو عباره عن ستيك بالبروكلي والجنزبيل. طبق خفيف وطعمه حلو قوي. هنعمل كمان كريب بالتفاح. كل الشباب تقريبا والاطفال والكبار بيميلوا دايما للكريب، اذا كان حادق او حلو او بجميع حشواته. فهنعمل النهارده الكريب بالتفاح، وهنعمل ستيك بالبروكلي والجنزبيل. اول حاجه عندي المقادير في الستيك، هي عباره عن نص كيلو من شرايح الستيك، بس بقطعها شرايح طوليه بالشكل ده كده، شرايح طوليه بالشكل ده. وعندي بروكلي اي كم احنا حابينه، وعندي بصلتين شرايح، عندي كمان جنزبيل طبعا اساسي في الوصفه دي، عندي معلقه من الفلفل الاحمر المفروم، في كمان كوبايه لبن، في معلقه من الصويا صوص، في معلقه من العسل، في عصير ليمونه، في ملح وفلفل وبهار، وعندي معلقه دقيق او معلقه نشا عشان هتعمل لي ماده ربط، هي دي اللي انا هحتاجها. طبعا الطبق ده بيبقى حلو قوي لو احنا قدمناه مع رز ابيض، وممكن كمان ينفع كمان مع المكرونه. احنا هنا هنسخن بس عندنا الزيت شويه. بالنسبه لشرايح الستيك او اللحمه عموما، لو انا عايزه ان هي ما تاخدش معايا سوا او ان هي تطرى شويه، بنقعها شويه في شويه خل وزيت زيتون. ده بيفتت لي الانسجه، فبيخليها معايا طريه وما بتاخدش وقت. دي حاجه مهمه جدا. طبعا براعي لو فيها اي دهون بشيل الدهون منها. انا هنا بس لازم اسخن الطاسه شويه، فيها معلقتين من الزيت، وممكن على فكره استغنى عن الزيت خالص لو هي طاسه تيفال. ممكن انزل اشوح اللحمه بدون اي ماده دهنيه خالص. انا هنا هنزل باللحمه. طبعا انا البروكلي هنا عندي هو مش مسلوق خالص، عشان انا براعي حته ان انا بدخله جوه الطبق ده، فمش عايزاه يقعد كتير على النار، فبالتالي هو هيفقد جزء كبير طبعا من القيمه الغذائيه بتاعته. فهو مغسول بس كويس جدا تحت مياه جاريه، مش اكتر من كده. انا عندي هنا هنزل اللحمه. هي اهم حاجه الطشه اللي احنا سمعناها دي علشان تقفل لي المكان كمان بتاعه اللحمه. انا هنا هحاول اقلبها. نسيبها بس شويه بس كده، علشان مش عايزاها تنزل سوائل منها كتير. تاخد بس صدمه على الناحيه دي، وبعدين نقلبها على الناحيه الثانيه. اي حتت يا جماعه بتلزق شويه في الطاسه دي بتعلي لي قوي طعم الصوص بتاع اللحمه. اي صوص لحمه فيها حتت شويه لحمه بتلزق في الطاسه دي، وبحاول ان انا اخرجها، دي بتعلي جدا جدا من التيست بتاع اي صوص لحمه. خلاص انا هنا بحاول اهي اقلبها زي ما احنا شايفين ان هي بدات شويه تنزل بقى السوائل بتاعتها، تاخد بس طعم. التشويحه دي بتديها طعم مختلف، غير ان انا لو نزلتها مره واحده مع الخضار هتبقى عامله شويه زي طعم المسلوق. طبعا فانا مش عايزه الطبق يكون طعمه كده. انا هنا بتتشوح شويه، وبعدين هننزل بعد كده بالبصل. البصل بس يدبل معاها شويه. بعد البصل ما يدبل شويه هبتدي ان انا انزل بالبروكلي، عشان لو نزلت بالبروكلي من دلوقتي لحد ما البصل ما يدبل وبعد كده انزل عليها بالصوص بتاعها هيقعد كتير على النار. انا هنا هسيبها شويه. بعد ما اسيبها هنا شويه هعمل بقى ايه، هعمل الصوص بتاعها اللي هو عباره عن ايه بقى.
هننزل هنا الفلفل، معلقه من الفلفل الاحمر، فلفل احمر بارد او حار يعني زي ما احنا حابين. وعندي هنا المعلقه بتاعه الصويا صوص. الصويا صوص فيه يا جماعه منه غامق وفي منه فاتح على حسب احنا عايزين الوصفه بتاعتنا دي ايه. وهنا معلقه من الدقيق، كله على البارد بره يا بسمة. علشان دي بس ما يعملش معايا كتل. انا هنا هعصر عليها كمان الليمونه. لو انا بحب التيست بتاع الليمون اعلى في الاكل انا ممكن كمان ازود بشر ليمون. اوكي. وهنزل بعد كده هنا بمعلقه العسل. طبعا احنا عارفين المطبخ الصيني دايما اضافه العسل بس يمكن كتير مننا مش بيتقبله قوي، فممكن نضيف شويه صغيرين خالص وممكن ما نضيفش يعني حسب. طبعا الحاجات دي الاكل دايما بيكون اذواق. انت قلت لنا النهارده انت عاملاها للشباب والشباب على طول بياكل بره بيميلوا للحاجات الجديده كلام حلو جدا والحاجات الجاهزه. فحلوه قوي ان انا اعمل الحاجات دي في البيت وبقيمه غذائيه اعلى. يعني دلوقتي احنا عندنا طبعا البروكلي من اقوى الحاجات مضاده للسرطان، بتقوي طبعا جهاز المناعه انها فيها سيلينيوم وفيها زنك، فيها فيتامين اي وبي وسي، فيها بي 6 وبي 12، فبتقوي كمان العظام والاسنان. فمن الحاجات الهايله والجلد وكمان لشبكه العين. فحلوه قوي ان انا ادي للشباب او الاطفال طبعا حتى كمان او الكبار. انا بموت فيها بالظبط واحنا كمان. طب خليني اخد تليفون ولا انت هتنزلي الصوت دلوقتي لا ولا لسه شويه عقبال ما؟ طيب مدام سعديه لسه معانا. صباح الخير. الو. اهلا يا مدام سعديه. صباح الخير. اهلا بيكي. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت بالف خير. الله يخليكي. اتفضلي. انا معلش هكلم الدكتور. أيوة. وهكلم بسمه. اتفضلي حبيبتي. بالنسبه لبسمه انا عايزاكي لو سمحتي يا بسمه تقولي لي على طريقه عمل السجق اللي هو البلدي اللي هو الجاهز ده ابو لحمه. يعني انت جايباه جاهز وعايزاني اقول لك ليه طريقه؟ أيوة. صح. حاضر. عينيا. اعمله ازاي؟ حاضر. دي حاجه. اوكي. الدكتور بقى اتفضلي. بالنسبه للدكتور وبالنسبه للسؤال على الابناء، يعني اسالوا على الاباء وكده. يعني انا من وجهه نظري انا ما بزعلش نفسي. انا متجوزه 3 اولاد وبنت. تمام. فطبعا كل واحد له حياته وكل واحد برضه يعني البيت بيبقى مسؤول من الراجل ومن الست. فانا ما بزعلش نفسي اقول ايه ده ما سالوش عني يا رب. دول والله يعني ما سالوش عني ليه واقعد ايه يعني ساعات كده بس انا عارفه ان هم كمان ليهم حياتهم. لازم انا اقدر الظروف. لازم اقدر ظروفهم ان هم ليهم حياتهم ومشغولين بيرجعوا من الشغل مثلا مرهقين هيستريحوا شويه. انا بقعد اقول لنفسي كده علشان ما ازعلش نفسي من ولادي. واخده بال حضرتك؟ جميل يا مدام سعديه. ما هو انا بقول يعني الام الحقيقه على طول في حاله عطاء وهم صغيرين وهم شباب لما بتجوزهم طول الوقت بتدي الاعذار لاولادها وطول الوقت يعني طول الوقت هي الام عطاء. هي مدام منال عمر الام ما تستغنى ابدا عن اولادها. بس انا علشان ما ازعلش نفسي واقول شوفي دول ما سالوش دول ما جوش سالوا عليا وكده. لازم انا اقدر ان هم ليهم حياتهم وليهم برضو يعني ما بيبقوش فاضيين. مشاغلهم. كل واحد ليه حياته. وهم اكيد برضو بيحبوا حضرتك واكيد في اوقات كتيره بيهتموا. ده مؤكد طبعا. صح. بس كلام حضرتك مظبوط ان انت ما تعيشيش طول الوقت في حاله زعل وضيق بسبب كده. يعني الاستيعاب ده حلو قوي. جميل. الحمد لله. ربنا يديكي الصحه. ربنا يخليكم كده. الله يخليكي. بتنورينا يا مدام سعديه دايما. ميرسي قوي. مع ميرسي حبيبه قلبي. انا عايز اقول حاجه مهمه قوي. اتفضل يا دكتور. اتفضل. احد اهم مشاكل الناس وعدم سعادتهم في الحياه هو مساله التوقعات. صحيح. اني لما بتجوز بنتظر من الشريك حياتي انه يعمل لي 1 و2 و3 و4. لو ما عملهمش ببدا ازعل. اصعب حاجه مثلا اما اولادي يتجوزوا متصور بانهم هيعرفوا يجوا لي كل يوم وان انا التاريخ اللي عملته معاهم ده 20 30 سنه بربي وبهتم وبرعى ان ده هيجي لي. فهي برافو عليها بتعمل هي وصلت لحاجه يعني حكيمه جدا جدا. ما بتعملش ما عندهاش توقعات. اذا جم فدي حاجه عظيمه وشكرا وهيبقى وقت لطيف. اذا ما جوش او ما اتصلوش انا هعذرهم وعايشه حياتي مبسوطه. بالظبط. لا ما هو انا عايش مبسوطه ان انا
انا مش منتظر، ايوه بالظبط، ما هي دي النقطه، لان انا مش شايف ان هو المفروض يعمل 1 2 3 4 بالظبط، وافضل تعيسه طول الوقت، ولما يجوا كمان ممكن افضل كمان متضايقه منهم، لكن انا كده لما عملت يجوا لو حد ما عملش كده هيفضل يلوم، هيفضل يعاتب، وانتوا ما جيتوش ليه وما سالتوش ليه، وبعدين بعد شويه هتتعود هي على كده، او الاب هيتعود على كده، فمره والثانيه والثالثه يبدا يحصل مشكله، ان الابن او البنت تبقى حاسه ان المكان ده كل ما بتروحه بتتقدم للمحاكمه وبتتقدم للوم وبتتقدم لان هي، فتبدا يبقى المشوار بتاع بابا او ماما ده دمه تقيل قوي، او تيتا او جدو، حتى الصغيرين برضو في ناس تقعد برضو مع الصغيرين تأنبهم، هنقعد نتقدم للمحاكمه، وافضل نقول اعذار، معلش والله الاسبوع اللي فات كان عندي كذا، وامبارح ما عرفتش اتصل. فكره الناس، احنا عندنا ثقافه اللوم دي مشكله جامده جدا في العلاقات. الناس لو توقفت عن لوم بعضها على فكره هتعدل سلوك اللي قدامك بابتسامه كويسه، بكلمه كويسه، بتشجيع انه يجي لك. يا اخي خلي المكان اللي انت عايز الناس تجي لك فيه ده، خليه مكان بهجه، وخليه مكان سعاده، وخليه مكان يتقال فيه كلام كويس، ما تخليهوش مكان لوم وعتاب وقسوه وتقديم للمحاكمات، لان الناس مش هتحب كده، لا انا ولا غيري. فدي نقطه مهمه جدا، دي نقطه جميله يا دكتور. انا هرجع لحضرتك حالا، بس احنا وقفنا بسمه في النص، وبيقول لك في كمان طالبين منك وصفه الافوكادو. انت دلوقتي اللحمه لسه على النار. بصي اللحمه انا شوحتها اوكي، وبعد كده نزلت معاها البصل، بدات تشرب السائل اللي هي نزلته، فانا علشان اسويها، لان طبعا لو نزلت دلوقتي بالصوص لازم تستوي الاول، هيربط معايا ومن غير اللحمه ما تستوي. تمام. فانا نزلت الاول بالجنزبيل قلبته معاها، وبعد كده نزلت كوبايه ميه. اول ما اللحمه تبتدي ان هي دخلت خلاص في السوا، هبتدي ان انا انزل بالبروكلي، علشان زي ما اتفقنا ما ياخدش وقت كتير على النار، وبعد كده هننزل بالصوص عليه. وزي ما قلنا طبعا احنا الصوص حطينا كل المكونات مع بعض، اللي هو العسل والصويا واللبن والدقيق والفلفل الاحمر. طيب يعني انت يا بسمه يا دوبك هتستوي، هتنزلي بالصوص وبالبروكلي، وبعد كده الصوص والملح والفلفل والفلفل وياخد وقتها. ممكن بقى نضيف شويه كمون، دايما الكرنب، القرنبيط، البروكلي بنضيف شويه كمون علشان ما يعملش انتفاخ في البطن. وممكن لو عندنا مشكله نشرب بعديها ينسون او زهره البابونج او ميه عليها ليمون، كل الحاجات دي بتهدي شويه. ماشي يا حبيبه قلبي، انا هاخد تليفون تاني دكتور، لسه ما بدأناش الموضوع. معانا مدام بقى مستمعه، معلش مدام وفاء، صباح الخير. صباح النور. اهلا يا مدام وفاء. اهلا بيكي حبيبتي، اهلا بيكي. برنامج جميل، وانا يعني بصحى له مخصوص والله. ربنا يخليكي، بيسعدنا والله. اتفضلي. الله يخليكي. اتفضلي. الاول سؤال بسرعه لبسمه. اتفضلي. هل اعمل ممكن فراخ بدل اللحمه؟ طبعا. اللي هي طبعا اعملها صدور ولا وراك؟ لا صدور. صدور. طيب دكتور بقى، حضرتك بتتكلموا على الانتماء وكده. انا طبعا احب بلدي جدا جدا. اللي انا بيزعلني دلوقتي احفادي، معرفش هل هم يعني مش شايفاهم زي ما احنا كنا بنحب بلدنا جدا، وبعدين شايفين البلد ان هي مثلا مش نظيفه، مش عارفه ايه. يعني دي حاجات مضايقاني. انا مش عارفه ازاي اخليهم يحبوا بلدهم زي انا ما كنت بحب البلد في سنهم. يعني حبيبتي بصي يا مدام وفاء، يعني سؤال بجد جميل قوي، وانا ممكن اقعد اتكلم فيه، بس انا حابه الدكتور يتكلم فيه. احنا موضوعنا النهارده الفجوه بين الاباء والابناء، بس دي من ضمن الحاجات ان احنا نعرف نتواصل وافكارنا توصل لهم، وده شعور جميل. حاضر هنرد عليكي طبعا. الله يخليك. شكرا مدام وفاء. الف سلام. مع الف سلام. احنا بنتكلم عن الفجوه، ودي مثلا نوع من انواع الاحساس، يعني المضايق هي جدا، ومضايقها ان احفادها في دنيا تانية، ومش فاهمين يعني ايه بلد، مش فاهمين يعني ايه مصر، ومش فاهمين ايه المفروض ان هم يعملوه، وهي مش قادره توصل لهم. طيب بس خلينا هنرد على السؤال المهم ده، بس خلينا نبدا الاول نحط سطر كده نتفق عليه كلنا. يلا. ايه الفرق ما بين الاختلاف والفجوه؟ احنا هنتكلم على الفجوه ما بين الابناء. كتير جدا بيفتكروا ان اي اختلاف ما بيني وما بين ابني ده فجوه، اي اختلاف ما بيني وما بين زوجتي ده فجوه، اي اختلاف ما بيني وما بين مديري ده فجوه. ده ما اسموش فجوه، ده اسمه اختلاف. امتى يتحول الاختلاف ده لفجوه؟ لما يغيب التواصل والتفاهم بين الناس. فانا طبيعي جدا اني لما انا اتولدت سنه مثلا 70، اني لما اخلف ابني سنه 2000 او سنه 2010 او سنه 2015، طبيعي ان هو نشأ بشكل مختلف. حتى الاكل اللي بناكله طعمه بقى صحيح. مختلف، حتى الهواء اللي بنتنفسه، الزحمه الشوارع، التركيبه اللي بتطلع ابني لازم يطلع مختلف عني. طيب اذا انا عندي حد مختلف عني، لازم اكون انا مرن كأب او كأم، وذكي كأب أو كأم، علشان أعرف
اتواصل معاه بطريقه علشان كأن بالظبط كده عندي حفره وانا قادر اغطيها بالتواصل وبالتفاهم. لو ما عنديش تواصل وتفاهم، ما عنديش غطا للحفره دي، كلنا هنقع فيها، انا وهو وكل الناس اللي في العلاقه دي، والاسره هيبقى فيها مشاكل كتير. يعني لازم الاول يا دكتور ابقى مقتنع انه وضع طبيعي جدا ان احنا نبقى مختلفين، ده مهم قوي. انا دور يعني مش دوري بس ان انا اوجه وانصح وافرض وطاعه وغيره، لازم ابقى مقتنع جدا كاباء وامهات انه اكيد في اختلاف، وده وضع مش بس طبيعي، ده وضع صحي. صحيح، وضع المفروض ان ده الطبيعي، ده الواقع. لو كل واحد فينا طلع بيفكر زي والده، ووالده طلع بيفكر زي جده، كان زماننا لغايه النهارده عايشين في الكهوف وبنركب جمال وعايشين في خيم. كل واحد فينا بيطلع يحلم باحلام مختلفه، يفكر بتفكير مختلف ويحاول يحقق حلمه. صحيح ممكن ينجح، صحيح ممكن ما ينجحش قوي، ممكن حد ياخد بعديه يكمل. مش بس طبيعي، ده طبيعي وصحي ومطلوب وعاوزينه، بس عشان ما يتحولش لفجوه، ما يتحولش لاختلاف لخلاف، لازم يكون عندنا المهارات الاساسيه للحياه. اول مهاره فيهم اسمها التواصل والتفاهم. اعرف لما اقعد مع استاذه منال وهي بتفكر بطريقه وانا بفكر بطريقه تانية، نعرف نتكلم، نعرف كل واحد فينا يتكلم من غير ما يظن ان هو عنده الحقيقه المطلقه. انا اكبر سنا وانا افهم منك وانا احسن منك، مش حقيقي، مش حقيقي. ده انت حضرتك كأب او كأم بتفهم كويس جدا في حاجات معينه، لكن في حاجات جديده، في تغيرات جديده في الحياه، الحقيقه احنا محتاجين نفهمها من اولادنا، محتاجين نسمع منهم، محتاجين نفهم هم بيفكروا ازاي، هم بيحسبوا المسائل دي ازاي. عايزين نعرف السؤال. بسمه انت سالتي سؤال مهم قبل الحلقه، قلت لك نقوله في الحلقه لان انا كنت اسال السؤال ده. كنا عايزين نعرف يعني امتى او اخد بالي امتى ان ما تحصلش فيه فجوه ما بيني وبين اولادي، يعني من هم اطفال، عشان ما تعرضش الموقف ده لما يكبروا. ان طبعا اي حاجه من هي من صغيره تقدر ان احنا نتعالجها، لكن ما بيكبروا الموضوع بيبقى صعب اكتر. فاتفادى ده ازاي وفي انهي سن؟ طيب انا هكمل بس على كلام بسمة حاجه، وده اللي انا من كلام حضرتك، ان انت بتقول انه لا اسمعهم، هم مش اكيد ان انا عندي خبره اكتر، مش اكيد ان انا بفهم اكتر، بس ممكن في السن الصغير وولادي عندهم 4 و5 و6 و7 سنين ابقى انا هنا في المرحله بتاعت انا اللي بنصح وانا اللي عندي خبره، لكن بعد كده بيبتدي بقى في مدخلات، فممكن كده ابتدي انا شويه اسمعهم، حتى زي ما الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال يعني صاحبوهم لاعبوهم 7 وصاحبهم سوء بالظبط. خليني اقول لك حاجه، نقول بقى تكمله على السؤال بس. هاخد من اول نقطه حضرتك وبعدين اجاوب بسمه. احنا عندنا في فرق كبير جدا ما بين حاجه اسمها العمر الزمني، يعني الطفل عنده 7 سنين خلاص ده عمره الزمني، وفي حاجه اسمها العمر العقلي. طب اللي عنده 7 سنين النهارده هو طريقه تفكيره ومستوى ادراكه وفهمه زي اللي عنده 7 سنين من 10 سنين؟ لا طبعا. في حاجه اسمها العمر العقلي. ممكن طفل يكون عنده 7 سنين بس عمره العقلي 20 سنه. وفي حاجه اسمها العمر النفسي، انه ممكن واحد في العشرينات من العمر المفروض يكون مبتهج ومتفائل ومقبل على الحياه، لكن هو عمره النفسي زي واحد عنده 50 60 صحيح. سنه محبط وده بقينا نشوفه كتير. فاحنا بنشوف في الاخرين عمرهم الزمني. حضرتك عندك كام سنه؟ 25. عندك كام سنه؟ على العمر الزمني، فابدا اتعامل معاه انه عمره العقلي يساوي عمره الزمني، ده تماما غلط. ممكن يكون عنده 7 سنين في الزمن زي حضرتك بتقولي كده في مرحله معينه، لكن هو مخه 17 و18. ليه ده حصل؟ حصل لان في مدخلات جديده كتيره جدا. النهارده محدش بيربي زي زمان، محدش بيربي انه اقدر اقفل على اولادي واديهم انا المدخلات اللي انا عايزها فيطلعوا بالشكل ده. ده كلام مش حقيقي، تصور غلط. في عندنا انترنت موجودة على موبايلات الأولاد وعلى الآيبادز مثلا، وعندنا تلفزيون وعندنا إعلام وعندنا سينما بتقول أي حاجة وبتتكلم في أي حاجة وبتعرض أي حاجة. فلا، في اختلاف كبير جدا ما بين رأيي أنا في عمرهم. يقول لك ده عنده 20 سنة هو بيعرف إيه؟ طب اللي عنده 20 سنة ده ممكن يكون بيعرف زي واحد عنده 40 سنة في حاجات معينة. فلازم نفرق ما بين العمر العقلي اللي أنا شايف إن ابني اتولد سنة 85 اتولد سنة 90 وما بين إدراكه وفهمه للحاجة. جميل. نرجع بقى لسؤال بسمة، ده تحديد بقى. بتقول هي امتى وفي سن كام نقدر نعمل ده؟ لا بسمة هي مش في سن. ممكن يحصل الفجوة ما بيني وما بين ابني وهو عنده 5 6 سنين. ممكن ما يحصلش خالص. طبعا في وقت متوقع ان يحصل فيه ده اللي اسمه سن المراهقه، اللي هو اختلف كمان عن الاول. زمان كان سن المراهقه بيبدا من 14 سنه او من 15 دلوقتي سنه بدري كتير لغايه 21. دلوقتي صحيح. حصل ستريتشنج، حصل اتساع لسن المراهقه، فبقى سن المراهقه بيبدا من 9 ومن 10 سنين ومش لغايه 21. عندنا حاجه اسمها المراهقه المتاخره بيقعد لغايه عنده 28 سنه مراهق في طريقه تفكيره. فوسعت قوي الحكايه دي. طيب وسعت على كل الناس؟ لا مش على كل الناس، وسعت في معظم الناس في معظم الدراسات، لكن في طفل بيعدي عليه مرحله المراهقه والشباب وتعدي الدنيا هاديه جدا بهدوء، لان طريقه التعامل معاه كويس. فالسؤال امتى بيحصل الفجوه مش امتى، هو السؤال ازاي بتحصل الفجوه. بتحصل الفجوه لما يغيب التفاهم.
سواء حتى يعني بسمه اولادها صغيرين، سواء حتى في السن الصغير، حتى لو 6 و7 سنين ممكن يحصل فجوه. ممكن يبدا انا شايف ان هواياته غير هواياتي، انا عايزه يمشي زي ما انا شايف، صحيح. انا عايزه يبقى زي اخوه الكبير، انا عايزه يبقى زي ابن عمه، او التسلط الزياده برضه ممكن يعمل فجوه. طبعا التسلط الزياده بيعمل، انا عايز اتحكم في حياته، عايز اطلعها بالشكل الفلاني ده بيخلينا نفقد التواصل مع الناس، نفقد التواصل على طول هتطلع الفجوه. ممكن يحصل واحنا عندنا 6 سنين، ممكن يحصل عندنا 15 سنه. ازاي ما يحصلش خالص بقى؟ بان يكون في تفاهم، اني اصاحب ولادي، انسى ان انا الاب او انسى ان انا الام اللي لازم يعلم ولازم يوجه ولازم يبقى طول الوقت استاذ ننسى الحكايه دي. لازم نتعلم نصاحب ولادنا، حتى لما نيجي نلعب مع اولادنا احنا في الغالب بنديهم اللعب يلعبوا، انا عايز العب معاهم، ايوه وعايز انزل وابقى سنهم لازم افتح قنوات تواصل. من ضمن الحاجات الكويسه جدا اللي تقلل او تقتل موضوع الفجوه ده انها تحصل وفكره ايجاد حاجات مشتركه. نربط البيت كله بعوامل مشتركه وحاجات مشتركه. كنا زمان واحنا صغيرين في الاسر المصريه فطار يوم الجمعه الصبح. ايوه ده كان عاده مهمه جدا، كلنا نصحى وكل واحد خليه نحل في البيت. صحيح. مين بيعمل السلطه، مين بيجيب الفول، مين بيعمل مش عارف ايه. الحكايه دي نتيجه المجتمع واختلافاته والضغوطات، وفي ناس بتشتغل الجمعه وفي ناس ما بتنامش كويس وفي ناس بتصحى يا دوب على الصلاه، وفي يعني الحاله اللي بتحصل دي خلت جزء كبير جدا من الناس نفقد الحاجات اللي هي المشتركه. لو انا عايز ابني اسره ما يحصلش فيها فجوات ما بين الناس، لازم اقيم حاجات مشتركه ما بين الناس وبعضها، يبقى في عادات مشتركه، يبقى في هوايات مشتركه. يعني مثلا انا بوصل ابني التمرين، بيلعب اي رياضه، انا مش عايز اوصله، انا عايز اوصله واخش معاه، اشجعه واتفرج عليه وهو بيلعب واخد له صور. طبعا واخد الصور دي اطبعها واعلقها في اوضته واعلقها في اوضتي كمان، عشان يحس ان انا مبسوط بيه، يحس ان انا مش انا بس بعمل واجب بحذفه في المكان وامشي او بحذفه واروح اقعد مع اصحابي، لكن المشاركه تعالى خدت ايه النهارده وابقى ببص له كده بصه الاسم، مش عايز اعمل كده. انا عايز اعرف خدت ايه، يعني استفدت ايه، اتبسطت في المدرسه النهارده. لازم نتعلم من واحنا صغيرين، ده سؤال مهم قوي يا بسمه، من واحنا صغيرين مع اولادنا نفتح معاهم قنوات التواصل، نعمل عادات مشتركه في الاكل حتى في سن المراهقه. احنا بنقعد ننتقد اولادنا ان هم لابسين بشكل معين، بص عامل شعرك ازاي، بص لابس بنطلون شكله عامل ازاي، بص عامل ايه. حتى لو انت عايز تعمل نقد، اعمل نقد ايجابي، حافظ على الحاجات المشتركه. يعني بدل ما تقول له اللي انت لابسه ده وحش جدا عليك، استنى لما يلبس حاجه تانية وقول له دي احلى من اللي كنت لابسه امبارح. دي من هنا عليك. نقطه الذكاء بقى بالزبط. اللي انت قلتها يا دكتور في بدايه الحديث، انه الاباء الموضوع مش سهل، الموضوع التربيه دي مش حاجه سهله، تنشئ انسان بالظبط. يعني هنا مثلا ببساطه جدا كياسه وذكاء، كان ممكن لو قال بشكل تاني يبقى رد الفعل مختلف جدا، وهنا رد الفعل هيبقى خلي بالك بقى بيحصل ايه مع مساله الحاجات المشتركه دي. في سن المراهقه الاولاد بيظهر عندهم اصدقائهم، بالظبط، بيحصل اوتوماتيك ايه، صحابه دول شبهه، بياكلوا زيه وبيلبسوا زيه وبيتكلموا زيه وبيفكروا زيه. بيبدا بعد شويه الابن يسيب خالص طريقه التفكير مع بتاعه باباه ومامته، بتاعه البيت، ويحصل بينهم فجوه ومش عايز يحكي لهم لانه هيقعد يسمع يعني محاضرات بقى في الاخلاق ومحاضرات وهو عارف الابن ان ابوه لما كان صغير في السن او امه كانت بتعمل ده او كانت بتتصرف بشكل هي شايفاه صح، فليه هم بيعملوا معايا كده؟ طبعا في اولاد مخهم ما بيبقاش ناضج كفايه، يبدا يشوف ان والده بيكرهه او والدته بتكرهه ويبدا يبقى فيه مش مبسوط معاهم، وفي بيبقوا فاهمين الحاله دي. لكن بشكل عام اللي بيحصل ايه؟ بشكل عام الولد بيحس ان هو مرتاح اكتر مع صحابه، عايز يتكلم معاهم، عايز يسمعهم، فيبدا يبقى علاقته وحياته ويقفل على نفسه مع اصحابه ومش عايز يحكي حاجه مع باباه ومامته. احنا عايزين هنا الحل، عايز اكد بس على النقطه دي، الحل هو ايجاد حاجات مشتركه. لازم من الاهل من الاباء. يعني انا كان السؤال بتاعي مين السبب في ده؟ هل احنا السبب؟ ممكن طبعا. مش على طول هم، شوف الجيل بقى عامل ازاي، اختلفوا الاولاد، شوف تعبنا، مش ممكن نكون احنا السبب، هو اكيد احنا السبب يقينا. يعني احنا لو اقتنعنا نبتدي نلاقي حلول. طبعا احنا السبب، احنا المسؤولين نحل، احنا المسؤولين نتصرف، نتعلم نتعامل معاهم، نتعلم نقرا في التربيه، نتعلم نحضر كورسات تربيه، نسال حد متخصص. كنت هقول فعلا الكلام ده. احنا ما بنعملش كده، احنا بنربي زي ما احنا شايفين بالزبط. يا اما بنربي زي ما احنا اتربينا بالظبط، شايفين ده احسن حاجه في الدنيا، يا اما بنربي عكس ما احنا اتربينا بالظبط، لان احنا رافضين طريقه ربنا بيها. نمره واحد الحل هو ايجاد حاجات مشتركه. انا ساعات ممكن واحد يبقى قاعد في البيت ويرن جرس الباب، يفتح يلاقي واحد بتاع دليفري. ايه اللي حصل؟ يكتشف ان ابنه قاعد في اوضته طلبه من الموبايل. ده حقيقي. ليه؟ لان هو مش قاعدين مع بعض. ده بيحصل، ده عادي جدا، بيحصل كتير كمان. انا مش عارف حد يا جماعه طالب دليفري، فلان يدفع ويحاسب وياخد الحاجه. طيب البيوت النهارده فيها اكتر من ريسيفر،
الناس حتى ما بقتش قادره تتجمع على حاجه واحده تشوفها، مش قادرين نصبر ان ده عايز يتفرج على حاجه فاستحمله. الكوره شغاله عند الاولاد، الاخبار شغاله عند الاب، المسلسلات عند الام. ما بنجتمعش على حاجه واحده نقدر نتجمع. والله دي حاجات تحزن. لازم نعمل حاجات لازم نعملها انا شخصيا والله بحاول ما زلت يعني بكافح واحاول انه يبقى في حاجات مشتركه، لانه فعلا لو الواحد ساب الموضوع ببساطه شديده جدا جدا صحيح. الموضوع بيفلت من ايديه وكل واحد بينفصل. طيب احنا عملنا سؤال على الفيسبوك، الحقيقه احنا غالبا بنخلي الاجابات او يعني اراء الناس في الاخر، بس انا حابه ان احنا ناخده في نص الحلقه عشان حضرتك برضو تعرف الناس بتفكر ازاي وطالبه مننا ايه. يعني في سموره ام مالك بتقول في ناس بتتعب جدا في فتره المراهقه مع اولادها، وفي ناس بتعديها بسلام علشان بتديهم الثقه ان هم يتكلموا مع اهلهم، يعني اللي بتعديها بتديهم الثقه عشان يتكلموا مع اهلهم وبشكل مريح وكمان بدون كسوف، ومن هنا الموضوع بيعدي على خير وبيبقى فيه تواصل. دكتوره بقى نبيله متولي برضو يعني الحقيقه دايما ارائها جميله. البعد والقرب بيتوقف، البعد والقرب بين الاباء والابناء بيتوقف على طريقه الاباء. برضو على فكره برضو اغلب الناس بتقول طريقه الاباء. يا دكتوره نبيله طبعا انا عارفه هي حكيمه جدا، طريقه الاباء في تعاملهم لابد ان هم يكونوا اصدقاء لاولادهم عشان يحسوا بالامان، عشان يحكوا كل حاجه، ولازم برضو نتعامل مع مشاكلهم بهدوء ويكون في ثقه. انا عايز بس اعلق بس على نقطه صغيره. انا حضرتك هتعلق لي على كله. لا بس دي نقطه مهمه قوي عشان ما ننساهاش، انه فتره المراهقه احنا بنسميها فتره الحصاد التربوي. اللي بتشوفه في المراهقه ده هو اللي انت زرعته قبل المراهقه ب5 وب10 سنين. فما تتفاجئش لان ده اللي انت عملته. اذا في صوت عالي فانت كنت بتكلم ابنك بصوت عالي، انت علمته ان دي الطريقه للتعبير عن المشاعر، انه يزعق. علمته انك لما تتناقش معاه تقطع الحوار وتقول له خلاص المناقشه انتهت، فبالتالي هو بيعمل معاك كده، بيتنقعد يتناقش معاك فجاه قرار في ذهنه مش هيكمل المناقشه. دي فتره الحصاد التربوي. لما تلاقي ابنك بهذا الشكل لو سمحت ما تلومش ابنك. انا مش عايزك تلوم نفسك وتزعل، بس عايزك تفكر ان انت السبب عشان تبدا تغير في ده. فتره الحصاد انت زرعت حاجات ما خدتش بالك منها، بكلمه، بتصرف، بعاده، باسلوب، طلع لك فتره المراهقه. فبس لازم نركز قوي على النقطه دي. جميل قوي، وبرده كلام حضرتك باكد عليه مره ثانيه ان احنا المفروض نقرا ونفهم ونتعلم كل مرحله من مراحل ولادنا وتربيتهم محتاجه ايه. طبعا. تمام. غادة عبد الفتاح بتقول انا بحاول انزل لسن ابني في التفكير، لكن بلاقي مخبي عليا حاجات كتيره جدا وهو سنه 13 سنه. يعني هي بتحاول، بس هل في السن ده شيء طبيعي ولا لا يا دكتور؟ لا، هو كده بدا فتره المراهقه. فكره التخبيه دي من اول المؤشرات المراهقه. الطفل دايما عنده براءه، يعمل اي مصيبه يجي يقول، لان هو عارف ايه اللي هيحصل، يروح قايل. لما يبدا الطفل يتحول انه بيخبي، انه ما بيقولش كل حاجه عنده، ده بيدينا مؤشر انه دخل في مرحله المراهقه. طيب هو ليه بيخبي؟ يا اما ان هو بيشوف ان بيتمارس عليه عقاب، بيتمارس عليه تسلط، بيتمارس عليه حاجه. لازم نطمن الطفل، لازم نطمن الولد ده علشان يبدا يحكي، ما يحسش ان هو بيتقدم لمحاكمه، يحس ان هو باباه. هي بتقول انا بنزل لسنه وبتعامل معاه. هي بتحاول كتر خيرها، تحاول اكتر وتتفرج على ابنها اكتر وتشوف صحابه بيكلموه ازاي. وممكن برضه تديله مساحه شويه يا دكتور. يعني انا بدالي ده امر طبيعي ان هم بيحبوا يبقى ليهم شخصيه كده خاصه. أيوة. فتديله مساحه شويه. احنا عايزين بقى نتكلم على الاخطاء المسموح بيها. بالظبط. نتكلم شويه عن في حاجه اسمها اخطاء مسموح بيها. طب احنا هنتكلم على الاخطاء المسموح بيها، بس برضه الراي اللي بعديه بيقول ازاي نبعد اصدقاء السوء عن اولادنا، لان هم شايفينهم ملايكه واحنا اللي شياطين. طبعا احنا هنا بقى بتاكد انجي عفت انه اكيد احنا بخبره السنين شايفين ان اصدقائهم دول شياطين. فبرضو ده ايه الحل فيه ده؟ طيب خلينا نتفق ان كل واحد في الدنيا من حقه يختار صحابه. يعني ايه ده؟ يعني انا مش من حقي امنعه، معلش هو خبر مش حلو، حضرتك مش من حقك تمنعه، مش من حقك، بس عليك واجب لازم تعمله، انك تعلمه يختار صاحبه صح. احنا بنتكلم مع النتائج، ما نبصش على الاسباب. هو عنده اصدقاء السوء، طيب هو ايه اللي خلاه يقرب لهم؟ لان نمره واحد حصلت الفجوه ما بيني وما بينه، فبقيتش انا الشخص المحبب ومش عايز يتكلم معايا. نمره اتنين لقى نفسه مع الطرف الثاني. انا بقى بحاول اتدخل بتعليماتي اني امنعه منهم. طيب احنا ما بنعيش في زمن المنع، انتهى هذا الزمن الى غير رجعه. كل حاجه النهارده مسموحه، يعني كل الاخطاء النهارده، كل الحاجات النهارده بتتعمل في 10 دقائق
بمنتهى السهوله واليسر. الموضوع محتاج ان انا اكون عندي من الوعي اني افهم اني ما اقدرش اعمل ده مع ابني، اني اقدر اعلمه، اشرح له، افهمه، اربطه بقيم عائليه، اربطه بقيم دينيه، اربطه بقيمه صداقه معايا علشان هو يختار ياخد نصيحتي او لا. تمام. انا هفضل انصحه، لكن هل انا هفضل راقب ابني؟ مفيش حاجه اسمها كده. طيب في سؤال يا دكتور، اسيبهم يخوضوا التجربه ويخطئوا ويدفعوا ثمن خطأهم؟ كويس قوي. هنا بقى نتكلم عن الاخطاء المسموح بيها. في حاجات سيبيه يعمل كده، سيبيه يشتري حاجه شكلها وحش، سيبيه ياكل اكله مش صحيه، سيبيه يعمل تصرف بسيط يكتشف بيه بعد كده ان هو غلط. طيب ايه الحاجات اللي ما سيبوش يخش فيها واقول له جرب؟ كل الحاجات المنهي عنها دينيا بالظبط، لان في حاجات لو هو جربها ممكن يحبها، ولان هو لسه ما اكتملش نضجه وما اكتملتش شخصيته انه عنده من الاراده ما يمنعه، لازم انا على الاقل ما اقدرش ما اسهلوش، ما اسيبش كل حاجه كده مفتوحه واقول له لا انت ليك حريه الاختيار. لا، هنا دخلنا في فوضى مش في حريه. لكن الحاجات الشخصيه والميول وكده اسيبه بالظبط. يغلط، عايز ما يجراش يرسم حاجه. يرسم، عايز يشتري حاجه مش كويسه يشتريها، عايز وحد يخرج يقول له في مش مكان انا شايف ان المكان ده دينيا ما فيهوش مشكله يخرج. عايزه يعمل، سيبه ياخد تجربته، ياخد التجربه ويخطأ ويدفع ثمن عنه القدر. تمام. وبالتالي اذا دي نتيجه احنا الاثنين مقتنعين بيها ان احنا نؤمن بالقدر خيره وشره، واحنا مؤمنين ان انا ما اقدرش امنع عن ابني ولا عن نفسي القدر، ما تخنقوش لانه هيعمل اللي هو عاوزه. وبعدين في قاعده مهمه جدا اسمها الممنوع مرغوب في كل حاجه. هتمنعني اني اقعد هنا، هيبقى كل اللي انا هسيب الاوضه كلها وانا عايز اقعد هنا. هو ليه عايزنا؟ ليه؟ ده في كل الاعمار يا دكتور، الصغير والشاب والمراهق البني ادم هو تكوينه كده ما يحبش حد يعمل عليه كنترول. تمام. يحب حد يقنعه. سيدنا ادم، ستنا حواء، صحيح، الجنه كلها الشجره راحوا للشجره. طبيعه البشر. صح. طبعا الشيطان وسوس وكل حاجه، بس في طبيعه انه ليه اشمعنى الشجره دي؟ طب ما يمكن دي احلى، طب ما يمكن دي افضل. واي حد يقول لنا حاجه ساعتها يضحك علينا. محتاجين ذكاء وكياسه في معامله اولادنا، ومحتاجين ادراك، ومحتاجين علم، محتاجين حاجات كتيره، التربيه صبر وصبر، حاجات كتير. انا نفصل بقى ونروح لبسمه والاكله الحلوه بتاعتنا. احنا كمان محتاجين صبر عشان نشم حاجه والريحه. يلا يا عايزه اقول لكم ان الطبق ده لازم تجربوه، ان ريحته فظيعه يعني ماليه الاستوديو كله. الله يسامحك يا بس. انا بعد ما شوحت بس الاول اللحمه ونزلنا بالجنزبيل ونزلت بالميه، اول ما حسيت ان هي دخلت في السوا نزلت البروكلي وسبته بالظبط دقيقتين على النار، وبعد كده نزلت بالصوص اللي احنا قلبناه مع بعض اللي هو اللبن والعسل والصويا والفلفل المفروم. هو دلوقتي لسه على النار. هنعمل دلوقتي الكريب، واول حاجه هنعملها في الكريب هو الحشو. الحشو بتاعه عباره عن تفاح. عندي ثمرتين او 3 تفاح متقطع، طبعا عشان اقطعه واسيبه يبقى لازم اعصر عليه ليمون. لو هتستخدمه على طول خلاص مش مشكله الليمون. عندي قرفه، عندي زبيب، معلقه دقيق، وهقول لكم ليه معلقه دقيق في النص، وعندي حوالي 3 أو 4 معالق سكر فاكهه للي حابب، او سكر عادي يعني حسب كل واحد ماشي على سكر ايه. عجينه الكريب عندي عباره عن كوبايه لبن، كوبايه دقيق، 2 بيضه، فانيليا طبعا اساسي عندي، معلقتين من السكر، وفي كمان معلقه زيت او زبده، بس انا هستخدم النهارده زيت. اول حاجه هعملها هي الصوص. هنحط هنا كده الطاسه او الحله بتاعتنا على النار. هنزل بالتفاح، وبعد كده هنزل معاه بالسكر وهسيبه يتكرمل شويه. هيبتدي ينزل لي السوائل بتاعته. اول ما يبتدي ينزل معايا السوائل بتاعته هبتدي ان انا انزل معاه بالقرفه وبالزبيب. بينزل سوائل كتيره علشان اخلي السوائل دي ان هو يتشربها تاني، يبقى انا هوصل لمرحله ان التفاح عندي اتهرى. تمام. فانا مش عايزه اوصل للمرحله دي، انا عايزه اقطم التفاح لسه يعني بخيره بمعنى اصح. فهعمل ايه؟ هربط الصوص اللي هو اللي نازل منه السوائل دي، هربطها بمعلقه دقيق، فبالتالي بقى عندي ملمس زي المربى والتفاح سليم في النص. بيتقطم معايا شويه بالظبط. عشان احس بطعمه. صحيح. انا التفاح قبل ما يتكرمل على النار هنعمل مع بعض الكريب. هنحط هنا طبعا لبن خالي الدسم، عليها هي معلقتين من السكر الدايت، وكمان البيض والفانيليا، وهنزل بعد كده بمعلقه من الزيت. طبعا المقادير دي انا ممكن اقلبها في الخلاط كويس جدا، بس لازم هنا ادمج كويس قوي البيض مع اللبن قبل ما انزل بالدقيق، علشان ما الاقيش في الاخر ان البيض ما اتضربش معايا كويس. اول ما احس ان هما اندمجوا مع بعض، خصوصا يعني الصفار علشان هو ساعات بيبقى سليم كده على جنب، فناخد بالنا من النقطه دي. وكمان لازم يكون السكر داب معايا.
بس هو طبعا في الخلاط افضل يعني يا جماعه. انا هنا بنزل بالدقيق هنا بالتدريج علشان ما يبقاش فيه اي كتل معايا. طبعا انا في الخلاط هنحط كل المقادير مع بعض، مش هننزل بالتدريج اي حاجه، وكله هيتقلب دقيقتين بالظبط في الخلاط، مش هياخد اي وقت خالص معايا. طبعا لو انا حابه اعمله عندي بشوكولاته ممكن اضيف معلقه، يعني اشيل معلقه دقيق وبضيف معلقه من الكاكاو الخام البودر. انا هنا هحاول اقلبه بس بشويش عشان الدقيق ما يقعش. نقلب بس التفاح. هيبتدي هنا معايا ان هو هيبتدي شويه السكر يتكرمل، فبعد كده هينزل شويه سوائل. اول ما هينزل شويه السوائل دي انا هنزل بالزبيب وبالقرفه، وممكن حبه فانيليا كمان لو حابين، بس هو كده كده اوريدي يعني فيه القرفه هتكون طاغيه خالص على الطعم، يعني هي التفاح يعني قرفه طبعا. بالظبط، من احلى الحاجات القرفه مع التفاح. وعندي هنا اللحمه لازم اقلبها كل شويه يا جماعه. ليه بقى؟ لان انا ما ننساش ان احنا حاطين دقيق اللي هي معلقه الربط معايا، فانا لو ما قلبتهاش هتبتدي ان هي تلزق شويه في قاع الحله او الطاسه اللي انا بعمل فيها، وكمان تكون عباره عندي عن كتل، فعشان اتفادى ده لازم اقلبها كل شويه. انا هنا بدات هنا السوائل عندي تبان شويه، فهنزل بالقرفه وهنزل بالزبيب. هسيبهم بس على النار شويه. الزبيب على النار بيبتدي ان هو يطرى كمان معايا قوي. طبعا عايزه اقول لكم ريحه القرفه مع التفاح مع اللحمه ميكس هايل جدا عندنا في الاستوديو يا جماعه. انا هنا هحاول ادمجهم بس كويس علشان اوريكم الشكل ازاي ممكن نعمله في طاسه. طبعا لازم طاسه تيفال. الكريب اساسي عندي طاسه تيفال، يعني لو عملته في اي طاسه عاديه حتى لو لازقه سوري لو حتى لو انا دهنه زيت او زبده لا برضو مش تبقى حلوه قوي، هتتقطع مني. انا هنا بدا عندي كله يتجانس اهو بالشكل ده. الفرق بين الكريب يا جماعه والبان كيك ان هو البان كيك بيتحط له بيكنج باودر باودر، فعشان كده يبقى شويه يعلى شويه. لو انا عايزه الكريب ده حادق فببتدي ان انا بشيل طبعا السكر، بشيل الفانيليا وبحط رشه ملح بسيطه، وبضيف كمان رشه فلفل اسود علشان البيض، ولو حابه اطعمها باي طعم زي البقدونس زي الزعتر بضيفها جوه العجينه. انا هنا كله تجانس هنا عندي مع بعض كويس جدا. هبتدي اجيب هنا طاسه عندي، هدهنها بس اول مره ببسيط قوي فرشه من الزيت، اول مره بس. بحاول ان انا اوزعها كويس جدا، او نقطه زيت وبمسحها بمنديل مطبخ. نجيب الزيت هنا على جنب. طبعا انا ممكن الوصفه دي اقدم معاها ايس كريم، ممكن اقدم صوص شوكولاته، ممكن اقدم صوص كراميل زي ما انا ما عايزه. انا هنا عندي التفاح زي ما احنا شايفين هو نزل شويه من السوائل بس مش كتير. لو مش منزل كتير ممكن استغنى عن معلقه الدقيق. لو حسيت ان الدنيا كتيره سوائل حواليه في الحاله دي بحط هنا معلقه الدقيق. انا هنا مش منزل كتير فممكن ما احتاجش هنا الدقيق. انا هنا عندي الطاسه بتسخن. عايزه اقول لكم على حاجه، التفاحه لما بنيجي بنشتريه لازم اشتريه يكون ناشف، ما ينفعش يكون طري، وما ينفعش يكون فيه اي بقعه بنيه. ازاي هعرف التفاحه كويسه ولا مش كويسه؟ بان انا اضغط عليها بصباعي. لو صباعي علم يبقى التفاحه دي ما اشتريهاش، صباعي ما علمش ولسه ناشفه زي ما هي يبقى خلاص يبقى هي كده كويسه. طب بس احنا قدامنا دقيقتين. طيب انا هنزل هنا هعمل بس اوريهم واحده كريب وخلاص. انا هنا بنزل هنا بجزء بسيط وببتدي ان انا الف الطاسه علشان يتوزع السائل ده كله مع بعض. طبعا زي ما احنا شايفين هي سبتت اهي في الطاسه خلاص. بسيبها بقى شويه هنا على نار متوسطه عاديه خالص. علشان وشها او مش وشها، الظهر بتاعها ده يحمر. انا بحب دايما تكون في الكريب الحلو يكون الظهر لونه ذهبي، بيكون طعمه احلى بكتير مع كمان الفانيليا فبيكون طعمه احلى. احنا لسه مش لسه التفاح لسه ما خلصش عشان تحشيه؟ لا احنا هنحشيه دلوقتي حالا. طبعا احنا المفروض نسيبه يبرد شويه بس مش مشكله، يعني هنعتبره ان هو برد. هنجيب هنا كده جزء من التفاح. انا ممكن الفه، ممكن اعمله على شكل مثلث
حسب ما انا عايزه. ممكن اطبقها واحط بس التفاح من على الوش برضو حسب ما انا عايزه. انا هنا بملى هنا الكريب بالتفاح وابتدي ان انا الفها بالشكل هنا ده كده. وفي واحده تانية انا ممكن على فكره اعمله طبعا مقاسين، مقاس كبير او مقاس صغير، بان انا هتني الكريب ده كده تنيته نصين. هجيب هنا الحشو عندي في النص وبعدين هنقفله زي ما بيتعمل بره بالظبط، شكل المثلث او شكل الحجاب اللي بيعملوه بره. انا بجيب الجزء ده كده وبجيب الجزء التاني عليه بالشكل ده. طبعا لو انا عايزه اديله بسيط كده على الطاسه عشان يكون الحرف ده مقرمش ممكن جدا. تحفه يا بسمه يعني وريحته تجنن. خليني ارجع تاني للدكتور محمد حسين. دكتور، كان اخر كلام برضو جاينا من رانيا نبيل وامل توفيق انه اكيد السبب فينا في عدم وجود حوار بيننا وبين ولادنا من الصغر، وده بنشوفه اكيد في الكبر بعد كده. امل توفيق بتقول البعد بيننا وبين اولادنا بقى كبير قوي، مش عارفين ليه. اكيد احنا قلنا الاسباب والدكتور قال اسباب الحقيقه كتيره. دولي محمد بتقول الموضوع مرتبط بشخصيه الوالدين واحتضان الابناء بيفرق. هي انا شايفه الكل مقتنع ان الاسره هي السبب. في نقطه كمان احنا اتكلمنا عنها، مساله ان احنا نوجد حاجات مشتركه. في نقطه ثانيه مهمه جدا. انا اخر حاجه بس يا دكتور بقول انه دولي برضو في صديقه لينا الحقيقه، بس هي ما رضتش تقول اسمها، بس هي طالبه رايك يا دكتور. بتقول في فجوه بيني وبين ابني وهو عنده 20 سنه، مفيش اي تفاهم بيننا وعلى طول خارج البيت وبيكره الجلوس فيه. انا بس حبيت اقول لك كل الاراء والمشاكل اللي هي بتقوله ده ظاهره موجوده عند ناس كتيره جدا. لازم نعرف هو اتربى ازاي، لازم نعرف هي بتعامله دلوقتي ازاي، علشان اللي هي بتتكلم فيه ده نتيجه. احنا محتاجين نقعد نفكر شويه مع بعض، نعرف النتيجه دي جت منين وبالتالي ازاي نعالجها. من ضمن الحاجات اللي بتعمل مشاكل في الفجوات بين الابناء والاباء هو مساله ان الاب لا يظهر ابدا اعجاب بابنه. دي مساله غريبه جدا في الحقيقه. يعني احنا طول الوقت بنقابل ناس في شغلنا وبنقول على ده شاطر وبنقول على ده كويس وبنقول على ده بيفهم او دايما معجبين باصدقاء ولادنا. ده بيحصل الاول بشكل عام. يعني حضرتك بتعرف تظهر اعجابك بالناس اللي عاجبينك. طب ليه مش بيحصل ده مع ابنك؟ صحيح. ده مش بيحصل خالص. صحيح. عند بعض الناس هو يرى ان هو لو قال لابنه كلمه كويسه ولو شجع ابنه بكلمه كويسه هو كده هيخلي ابنه يتدلع فما يهتمش اكتر. لا، انا لازم احط ابني تحت ضغط. كلام غلط تماما. والاسوأ منه كمان هو اسلوب المقارنه. صحيح. اني ابدا اقارن الابناء ببعض. ان انت مش زي اخوك. خلي بالك ساعات بيحصل ايه؟ ساعات بيحصل حاجه كده ما بناخدش بالنا منها. انا بحب الرسم مثلا وابني يطلع بيرسم، فتلاقي ينشا حاجه مشتركه. القاعده اللي قلناها من شويه ان ايجاد حاجات مشتركه بتقوي العلاقات. فيبقى ابني ده الاقرب لي. انا بحب الموسيقى وابني ده بيحب الموسيقى، ففي حاجات بتقربنا ببعض. ممكن ابن تاني عنده هوايات مختلفه. طيب انا للاسف والله يعني انا زعلانه جدا انا بقول كده، بس بيقولوا لي خلاص هيقطعوا علينا الوقت. احنا النهارده يجوز طلعنا متاخر شويه، حتى عندنا اسئله كمان لبسمه ودكتور. انا كنت الحقيقه عايزين نستمتع اكتر بكلام حضرتك بجد، فمعلش توعدنا بلقاء تاني. النهارده شويه ما قدرناش نكمل كل الكلام. بس ما تسلم ايديكي، الحاجات تحفه. وبشكر